السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة. يوم جديد وفيديو جديد في برنامجكم المفضل الدردشة الصبحية. الساعة حاليا 6:30. عايزة ابتدي اذاكر، عايزة في السنة الجديدة ابتدي اصحى بدري واذاكر، لان انا في العادة بصحى بدري وبقعد بجد بعمل حاجات ملهاش اي لازمة وبضيع وقت الصبح، وارجع ازنق نفسي واذاكر بالليل. فدي حاجة انا عايزة اغيرها في السنة الجديدة. متفهمونيش غلط، انا ما بحتفلش بالسنة الجديدة لان هي سنة ميلادية، فاحنا كمسلمين ما بنحتفلش بيها. بس خلينا برضو متفقين ان احنا اغلبنا عايشين في بلاد كل الدول والشركات والمدارس والجامعات شغالة بالسنة الميلادية، فبنسبة ما هتفرق. مش هتفرق لدرجة ان احنا نحتفل بيها او كده، بس ايه، يعني هي حاجة انا عايزة استغلها ان انا اكتسب عادات جديدة. منتشر على تيك توك قوي الفترة دي من السنة الجورنالينج، او اللي هو ايه، تدوين اليوميات، وعاملينها بطريقة لذيذة قوي، فانا قررت ان انا اعملها وعايزة اوريها لكم. هي حاجة اسمها my years in pixels، وهي ان انت بتكتب عادة انا عايزة اعملها، وبعدها ترسم زي 30 مربع وجنبهم 12 على اساس يعني الشهور بتاعة السنة، وكل يوم تعلم انت عملت الحاجة ولا لا او كده. هوريها لكم. شكل الجورنال هو حقيقي مش بتاعي، هو بتاع بابا، بس انا يعني مش مشكلة. اول حاجة في الظرف ده انا حطيته اللي هو ايه بقى، بعمل اكتب لتر لنفسي، بس لسه ما كتبتش حاجة. وبعدها هنا الافلام اللي انا بحب اتفرج عليها، وهنا الكتب، هنا my reading goal، انا عايزة السنة دي اقرا كتب اكتر فحطها عشان تفكرني. بعدها هنا الريدنج، انا قريت قد ايه كل يوم، وهنا الشهور والايام. تاخدوا بالكم هي مش باينه قوي من بعيد، بس هي برضو متلونه، يعني لو قريت 20 pages او none هتبقى بالوان يعني مختلفه. وهنا هعرف بقى انا قريت قد ايه طول السنه وكده. هنا كوت لذيذه، المود بتاعي، ساعات الدراسه، الجو، وهكذا يعني work out، الصلاه. وهنا بعلم على التواريخ اللي تعني لي شيئا، سواء اعياد ميلاد او كده يعني. في حاجه في موضوع البيكسلز ده بجد، اللي هو ايه، لو انا فوتت يوم مثلا ما عملتش فيه حاجه، على اغلب الوقت ببقى اللي هو انا ضيعت، وبفضل ببقى بجد دراما كوين. انما هي كده انا لسه يعني ايه، لسه قدامي السنه كلها، فده بيبقى ايه، بيفكرني اللي هو ايه، عادي انا لسه قدامي السنه كلها اجرب واتعلم فيها. فدي حاجه بجد لذيذه قوي، بتساعدني ادي الامور حجمها، اللي هو انا مثلا النهارده ذاكرت ساعتين بدل ما اكتئب وانا فاشله وبتاع كده، لو لا عادي لسه قدام بقية السنة، ذاكري كل يوم أكتر. تاني جورنال معانا هو مش هقدر أقراه لأن هو person، بس ده بنعمل فيه حاجة اسمها 3 hour 3 pages 3 morning pages. ودي كان حد اسمه علي عبد الله اتكلم عنها على اليوتيوب شانل بتاعته، هو بجد يوتيوبر جامد قوي. وهو ان انت كل يوم اول ما تصحى بدل ما تمسك الموبايل هتاخد الجورنال هتملى فيه 3 صفحات تكتب فيهم عن مشاعرك، عن اي حاجه بتدور في دماغك. اول حاجه تعملها اول ما تصحى تملى ال3 صفحات دول، وبعدها تكمل يومك عادي. دي حاجه لذيذه قوي، لان انا معظم الوقت بجد ما ببقاش عارفه مشاعري تجاه حاجه، ببقى يعني بحتاج وقت عشان اعرف مشاعري تجاه حاجه معينه او قرار معين، فالموضوع بيبقى اسهل بكتير لما اكتب عنه، وبتساعدني كتير يعني. عمري ما التزمت بيها، يعني كنت بعمل مثلا كام يوم وبعدها افكس، بس لا السنه دي انا عايزه اكتب بجد يعني. لسه ما عملتش ال 3 morning pages، هعملهم وبعدها هبتدي اذاكر. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. من كام يوم اتعلمت حديث انا مش حافظاه، لكن فيما معناه ان احنا كمسلمين لازم نختم القرآن اقل حاجة مرة كل شهر، وان لا تزيد مدة الختمة، يعني ان انا اقرا القرآن كامل ما تزيدش عن 40 يوم. ودي كانت اول مرة اعرف المعلومة دي، يعني انا كنت عارفة ان احنا ما ينفعش نهجر القرآن لاسباب اعتقد واضحة جدا، فكنت بقراه، بس ممكن مثلا عشان اختمه تاخد معايا اكتر من شهرين بصراحة. فاستغربت لما سمعت الحديث ده، اللي هو لا لازم ليها وقت معين. وبعدين سمعت بنت بتقول، يعني هي كانت بتدي مثل، انه تخيل انت دلوقتي ماسك حتة قماش، وحتة القماش دي المفروض ان هي انت،
والحتة دي مليانة شوائب، وهنعتبر ان الشوائب دي طبعا هي ايه الاغاني والذنوب اللي احنا ممكن نكون بناخدها من غير ما ناخد بالنا. وتخيل ان قطعة القماش دي بيقع عليها مية كل شوية، يعني هي دايما عمال يقع عليها مية. مع الوقت هتلاقي ان قطعة القماش دي بقت نظيفة وبقت بيضة. وكانت بتدي مثل بتقول فيه يعني ان دي زي علاقتنا بالقرآن، اللي هو الهدف من ختمنا القرآن مرة على الأقل في الشهر أو ماكسيمم مرة كل 40 يوم، هو مش ان احنا نحفظ القرآن على قد ما هو ان احنا نطهر نفسنا من الذنوب، وكمان عشان نفضل فاكرين باستمرار الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا في القرآن. يعني أنا من كام يوم كنت متوترة بسبب مادة كده ومكنتش عارفة أذاكرها وخايفة من امتحانها جدا، وبعدها افتكرت وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ربنا دخلني الجامعة دي فأكيد ربنا مش هيسيبني دلوقتي، وكمان طالما أنا بسعى إن يا رب أنا عايزة أنجح للامتحان ده، فأكيد ربنا يعني أنا بسعى الحاجة دي ووعد ربنا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فأنا هنجح طالما أنا بعمل الحاجة دي. أنا مش عارفة أنا شرحت كويس ولا لأ، لكن سبحان الله فعلا هو أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهنا بقى ابلكيشن زي ختمة بيبقى مفيد قوي، لأنك بتقدر تكتب انت عايز تبدأ ختمتك منين وعايزها تاخد كام يوم، والابلكيشن بيقسمها لك. اخترت ان انا عايزة أبدأ من أول المصحف واختم القرآن في 35 يوم، فهو قسمها لي كل يوم المفروض أقرأ 19 صفحة. طبعا انتوا تقدروا تختاروا ان انتوا تختموا في أقل من كده، بس أنا عارفة ان أنا لو عملت أقل من كده مش هقدر أختمه، فأنا اخترت 35 يوم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال